السلام عليكم المشاهدين. نحن متواجدين الآن بدوار إقشعون التابعة لأصغار والتابعة للجماعة الجماعة القروية. نتمنى أنه من هذا الحوار نستمعوا الأخ رشيد اللي هو من بين السكان ديال هذه المنطقة، وهو من الجالية. هو غيعرفنا الاسم ديالو ويعطينا واحد التعريف على الاسم ديالو. اخ رشيد، مرحبا. مرحبا سعد مالك. عرفنا اسم ديالك انا سميتي القشعيوي عبد الرشيد، ساكن في دوار إقشعيون اصغر، وتواجدي في الخارج، يعني من جاليه مهاجره. كنطلبوا شي من الحقوق ديالنا باش نستافدوا شويه في هذا الدوار، في هذا اصغر، حيت يعني عندنا المسائل كتخصنا بزاف، يعني مهمه، بحال الطرق ما عندناش، بحال الانارات، الشوارع يعني ما كاينش حتى شي بولانه، الطرق كتقطع علينا الطرق في الشتاء، يعني البؤر ديال الماء، في الصيف يعني الغبره ديال سميتو ما تقدرش تدوز من هنا في هاد الطرقان هادي. ايوا كنطلبوا المسؤولين باش يعطيونا شويه الوقت من الوقت ديالهم، يديروا لنا شويه، يعطيونا غالي الاستفاده ديالنا اللي عندنا الحق فيه باش نستافدوا شويه. حتى حنايا عندنا الحق في هذا الوطن هذا. حنايا من جانيه كنبغيو البلاد ديالنا تكون احسن من البلاد ديال النصارى ديال اوروبا. حنايا بغينا المصلحه، ماشي على شي حاجه، يعني ما عندناش شي مقصود اخر، عندنا التنميه ديال الدوار ديالنا، ديال المنطقه ديالنا. هذا الشيء اللي كاين. السي رشيد، سمعت بانه قمتي بمجموعه، وماشي غير انت، مجموعه ديال السكان اللي تابعين لهذا المتجر، مجموعه من الشكايات وقيله للسلطات المعنيه. واش كاين شي استجابات من الشكايات، وكاين شي رد الفعل من المسؤولين او لا الى حدود الان؟ سعد باش غادي نقول لك ما كاين حتى شي اجابه واضحه. ما المسؤولين حتى واحد ما كيتصنت لك، هذا كيرد المسؤوليه لله، حد ما كيتصنت لك، هذا كيرد المسؤوليه للاخر. مشينا للعماله، مشينا للولايه، درنا الشكايات الاخر على المسائل يعني كتخصنا، يعني دابا كتخصنا. الطرقان والو، لابد الطرقان. النقل المدرسي ما كاينش، كيقول لك النقل المدرسي ما غاديش يجي هنايا حيت ما عندكمش الطريق. هذيك بيزورنو ديال الازبال كيقول لك ما غاديش ندخل تما، ما عندكمش طرقان. لا بيلونس ولا شي حاجه ديال كتعلق بالصحه، ما كاينش شي بيلونس باش يجي لك لهنايا، كيقول لك ما عندكمش طرقان. ايوا كيفاش غادي نديروا حنايا؟ ما عندنا ما نديروا. واش حنايا غادي الى السلطه، الى يعني الدوله ديالنا ما تعاونش معنا، ما عطاتناش الاستفاده اللي كتخصنا هنايا، اش غادي نديروا؟ راه الشعب ضعيف هنا، الشعب يعني ما عندوش باش يدير شي حاجه لراسو. دابا كنطلبوا المسؤولين ان شاء الله يتعاونوا شويه معنا، ويعطيونا يعني يديرنا شي حاجه باش نجيو عنده البلاد ديالنا. انا عندي رغبه هنايا في البلاد ديالي باش ندير الاستثمارات، ندير المشاريع ديالي اللي كتخصني، ولكن ما كاين ما يدار، ما يدار. هذا الشيء اللي غادي تسمعوا مني. والمهم، هذه رساله نتمنى من خلال نهار نيوز المغربيه اللي هي منبر وطني، انه يعني هذه الرساله توصل للمسؤولين، وثم يقوموا بالاصلاح والمرافق الاجتماعيه لهذه المنطقه. وبدوري كصحافي عاينت، وانا في عين المكان عاينت هذا الموقع هذا اللي فيه هذا المتجر اللي سميتو في الحقيقه إقشعيون او اصغر. عاينتو يعني عن الملموس وعن القرب بقرب، ووجدت انه يفتقد الى بنيه تحتيه، ويفتقد الى مجموعه من
المرافق الاجتماعية، في حين أنه كاين أطفال صغار وكاين جيل اللي كيطلعوا ما كيلقاش حتى فضاءات فين غيلعب وفين، ما بالك للطرقان والبنية التحتية للمواصلات. هذا كما قال الأخ رشيد، وهو من الجالية المغربية اللي عنده الغيرة على المنطقة ديالو وعلى البلاد ديالو، ما بغاش يبقى في ديار أوروبية، باغي يستثمر يعني الإمكانية ديالو الذاتية في هذه المنطقة، ولكن للأسف الشديد لم يجد ما يدعمه في هذا الموضوع. وشكرا لمشاهدي النهار نيوز المغربية.